ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة هنقدم لكم أكلة شعبية، الكشري العادي. بص يا بنات، احنا كده عملنا الرز اهوت مع العدس، قشرنا البطاطس وحطينا عليها مية. زي ما احنا بنقول لازم البطاطس يتحط عليها مية بعد تقشيرها. وده ان شاء الله ده البدنجان معانا اهوت هيتقلي برضو، يتحط عليه دقة. ودي السلطة بتاعتنا. يلا قبل ما نبتدي سمعونا الصلاة على النبي من مطبخ ام سيد للاكلات الشعبية. وهنبتدي. بس بقى احنا هنحط الحلة على النار اهي، ماشي، وبعدها هنحط فيها الزيت، وادي الصينية التانية اللي هنقلي فيها البطاطس. وهنبتدي. نبتدي. الحله نشفت زي ما انتم شايفين اهيت. نبدا نحط الزيت بتاعنا زي ما انت شايفه كده، حسب الايه حجم الرز اللي هتحطيه. احنا حاطين كيلو رز او كيلو الا ربع رز وعليه ربع عدس. والزيت بتاعنا التاني اهوت لعمايل البطاطس المقليه. بنحط معلقه الملح زي ما انت شايفه هي، علشان ايه الزيت ما يطرقعش. وبعد كده نحط الرز بتاعنا زي ما انت شايفه كده. حطينا الرز اهوت. تبدأي تحطي المية بتاعتك سخنة أو باردة عادي. زي ما انت شايفة اهي المية حطيناها. تبدأي تقلبي كده علشان الملح يدوب معاكي. بصوا الرز بتاعنا مظبوط اهو زي ما انت شايفه، ميته مظبوطه خالص. ابدأي غطي الحله بتاعتك ونخش على اهوت القدر. نبدأ نحط البطاطس بتاعتنا زي ما انت شايفه.